لبس احمر. طب ليه؟ عشان ده شعار الحب، والنهارده زي ما احنا عارفين ان هو عيد الحب بس ايه؟ المصري، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. طب ايه علاقه اللون الاحمر؟ برضه هنعرفه بس اخر الفيديو. عيد الحب يعبر فيه المحبون عن حبهم سواء بكلمات حب او هديه لطيفه. يوم 14 فبراير هو عيد الحب العالمي اللي العالم كله بيحتفل بيه، ولكن مصر خصصت ليها يوم اخر لهذا العيد، هو يوم 4 نوفمبر. هي مصر بتقلد الاجانب؟ طب ليه؟ سنه 1988 خرج الكاتب الصحفي مصطفى امين من السجن واتفاجئ بجنازه في حي السيده زينب وسط القاهره لا يسير به 3 رجال. استغرب من المشهد لان المعروف عند المصريين انهم بيشاركوا في جنائز بعضهم البعض حتى لو الميت ما يعرفوش حد. سأل الرجال قال لهم هو عنده كام سنه؟ ردوا عليه وقالوا له 70 سنه. برضه تاني سأل الرجاله طب هو فين الناس؟ ردوا عليه وقالوا له كانش بيحبوا حد. مشي وهو متضايق، يعني الراجل عايش 70 سنه محدش بيحبه، خلاص روح بيته. واقترح ان هو يكتب في جريده الاخبار اليوم عمود يحتوي على فكره وبيقول فيها ان يكون هذا اليوم من كل عام هو عيد الحب المصري لنشر السلام والحب بين افراد المجتمع. وبيقول كمان انه يكون امل للجميع ليتخلصوا من همومهم والامهم تغلبا على المشاعر الحزن والكراهيه والبغضاء والمعاناه واستبدالها بالزهور الحمراء. بمعنى اللي لو في شخص محدش بيحبه فالناس تقرب منه وتحبه في اليوم ده، يمكن الحب ده يدوم للأبد. ولكن فكرة تعرضت لهجوم شديد من بعض الناس، والبعض الآخر قال إن اليوم ده للتعبير عن الحب بين الراجل والمرأة فقط. وبمرور الوقت نقلت تلك الفكرة من مجرد فكرة إلى انتفاضة للحب بين المصريين. بقى يوم 4 نوفمبر من كل سنة عيد الحب في مصر. ولكن برضو مصطفى أمين حب يوضح فكرة الحب بين الرجل والمرأة، ما كانش بيقصد كده، قصده الحث على الحب الإنساني بين أفراد الأسرة، حب الوطن والوفاء للمعلم. العيد لا ينتهي بتقديم الهدايا ولكنه يعطي القبلة الإنسانية للبشر. أجمع علم الاجتماع وعلم النفس على إن عيد الحب غير مخصص للمحبين الشباب فقط، بل إنه لجميع فئات المجتمع المصري، وإنه تم تخصيص ذلك اليوم لنشر المحبة والسلام بين جميع أفراد المجتمع. ومؤكدين كمان الشعب المصري شعب رومانسي بالفطرة. لو عايزين تعرفوا علاقة اللون الأحمر والورد الأحمر بعيد الحب اكتبوا لي في كومنت. وبكده الحكاية خلصت. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لايك، كمان فولو على الانستجرام هتلاقوا اللينك في البايو. باي.